اتحاد العاصمة في مرحلة البناء بأربع مدافعين زائد اثنين في المحور دوبل بيفو لإعطاء أكثر عمق للأظهرة، فتح أرض الملعب بالأظهرة، شباب قسنطينة بضغط عالي وكتلة دفاعية متقدمة 4-1-3-2. عند استرجاع الكرة تحولات هجومية سريعة، هنا المهاجم اتخذ القرار الخاطئ وسدد من بعيد، وكانت هناك حالة 3 ضد 3. شباب قسنطينة بكتلة دفاعية متقدمة، ان بلوك او بلس ان بريسينغ او ضغط عالي، كثافة عددية ان دونسيتي نيميريك، تحولات هجومية سريعة، البحث عن الزميل في الجهة المقابلة، طلب للكرة في العمق من بالحوسيني، ديب دائما ما يخلق لنفسه مساحة ومسار للتمرير، كرة طويلة من طاهر في ظهر المدافع لوصيف، يستقبلها اللاعب باعوش بطريقة جيدة. عليلات ظن أن الكرة ستكون خلفية لبلحوسيني، ولكن التسديدة ارتطمت بالمدافع، وخطأ في المراقبة من محروز، وطمين يسجل الهدف الأول لشباب قسنطينة. اتحاد العاصمة في مرحلة البناء، مبدأ الزيادة العددية بنزول أحد وسطي الميدان كمحور ثالث في الوسط للتدرج بالكرة بشكل نظيف. قرار خاطئ من اللاعب، بدلا من تمرير الكرة للمدافع المحوري على اليسار، عمل تمريرة أمامية للزميل في وسط كثافة عددية لشبيبة قسنطينة. شبيبة قسنطينة، لحظة استرجاع الكرة، التحول السريع دائما والبحث عن ديب بلمستين. ديب وجه كرة لبنشاعة، لكن تسديدة بنشاعة كانت ضعيفة في أحضان الحارس. شباب قسنطينة فاز بالصراعات الثنائية والكرات الثانية، الخط الهجومي متمركز عاليا وجاهز لأي تحول هجومي، صعود الأظهرة لعمل الزيادة العددية على الأطراف والتوزيع للمنطقة مع انتشار جيد للمهاجمين، وديب للفوز بالكرة الثانية. الشوط الثاني، نفس الأفكار والمبادئ التكتيكية لشباب قسنطينة في مرحلة البناء، وهي دوبل بيفو، البناء بمحورين. اتحاد الجزائر ضغط عاليا وتقدم قليلا للأمام، مما عزل الدفاع ووسط الميدان عن الهجوم. ديب والتمركز الجيد، قسنطينة دائما ما يعمل الزيادة العددية على الأطراف والتوزيع نحو منطقة الجزاء، وتمركز الجيد للمهاجمين. عملية ضغط خاطئة من المهاجم، كان عليه غلق مسار التمرير بالضغط المنحني على الحارس. رغم الكتلة المتقدمة، إلا أن الضغط لم يكن شرس على حامل الكرة، مما سهل مأمورية التمرير الأمامي والتمرير القطري. كثافة عددية لهجوم شباب قسنطينة، وأكثر من خيار للتمرير لحامل الكرة. ديب والتحرك في الزاوية العمياء للمدافع. لحظة ترويض الكرة كان عليه التسديد في الزاوية العكسية بتيفيلي، أو التمرير للزميل كان في موضعية جيدة، لكنه اختار التسديد. قرارات خاطئة من شباب قسنطينة وتسرع كبير، كان على المدافع التمرير للحارس والخروج بالكرة من الجهة اليمنى، لكنه عاد للزاوية المغلقة وشتت الكرة. لما يكون القرار صحيحا تكتمل الهجمة. هنا باعوش يمرر الكرة لديب ويطلب الكرة في أنصاف المساحات، تصله الكرة من ديب ويعمل
توزيعة خطيرة على المرمى. المهاجم يستقبل الكرة وأمام خيارين، يختار الزميل في الخلف. كان عليه التسديد مباشرة في الزاوية البعيدة، لكنه اختار المراقبة ولعب الكرة في مكان خطير. سوء تفاهم بين ممرر الكرة والمدافع، بلس ان mauvais dosage de la passe، جرعة زائدة في التمرير.